ابعد عن الكريدت كارد نهائي. خليني اقول لك طبعا ده عن خبرة، وبعد ما اتمرمغت في الديون فهمت الحاجة دي كويس جدا. لما بتيجي طبعا البنوك هنا بيقعدوا يتحايلوا عليك تجيب الكريدت كارد تشترك معاهم، ويقعدوا يغروك كل المغريات عشان تقدم عليه. اول ما بيجي لك الكريدت كارد انت المفروض اصلا لما فلوسك بتخلص او لما فلوسك بتقرب بتخلص، المفروض ان انت بتدعي ربنا يا رب ارزقني، او بتاخد باسباب الرزق وبالتالي بيجي لك الرزق. لكن لما يكون معاك كريدت كارد بتسكيب او بتتخطى المرحلة دي او الجزء ده. فبتعمل ايه؟ تقول لا طب انا معايا كريدت كارد ما اروح اصرف منه. طبعا ما بتفكرش ان دي اصلا فلوس مش بتاعتك. ده غير ان ربنا طبعا قايل ان الربا حرام، وهم بيقعدوا يستدرجوك لحد ما تتأخر في الدفعات وتقعد تتراكم عليك الفوائد وما تعرفش تدفع. وده بيبقى اول زي ما بيقولوا ايه، اول فخ بتقع فيه من فخوخ الديون. فتجنب بأي شكل من الاشكال الحاجات اللي ربنا قالك عليها ما تعملهاش، لان بيقولك فأذنوا بحرب من الله ورسوله اللي بيتعامل بالربا. وطبعا انا بقولك الكلام ده عن خبرة، لان انا قعدت فترة كبيرة جدا الديون مكتفاني، مش عارف اتحرك، مش عارف اسيب شغلي، مش عارف اغير شغلي، مش عارف مش عارف اعمل اي حاجة. كأن بالظبط حد مكتفني كده ومش عايز اتحرك. فلو انت دلوقتي لسه ما خدتش القرار ده، اوعى تاخده بتاع الكريدت كارد.